تعالَ أقول لِك على أسرع مخلل الليمون تقدري تاكليه كمان في 3 أيام بس، وهتاكلي أحلى مخلل ليمون عملتيه في حياتِك، بالعصفر بقى وحاجة خطيرة. هنجيب الليمون ونغسله كويس جدًا بالواحدة طبعًا، وبعد كده نحطه على النار ونملاه نغطيه بالمَيّة كده، بالضبط بياخد حوالي ساعة نُص ساعة، بتلاقيه استوى كده ودي علامات إن هو نُص سِوَى بالشكل ده، والمَيّة دي مش هنرميها، المَيّة دي هنستخدمها برضك. هنيجي في بولة ونحط فيها نُص كوباية من حبة البركة، كوبايتين من الجزر المبشور، وكمان كوباية من العُصفر. هنبتدي نحط كمان كيس من الملح كامل، حوالي كوباية إلا ربع ملح، وهابتدي أقلّبهم بالشكل ده. هنيجي بسكينة مشرشرة، مهم جدًا سكينة مشرشرة، وهنفتح كده 4/4 ونحشيهم، ونبتدي نرص في البطرمان بتاعنا بالشكل ده. خلاص مليته نُصّه كده، حطيت كمان جزء من الخلطة بتاعتي، وكمان حطينا فلفل حامي كده حسب الرغبة، وتكمّلي بقية البطرمان. مهم جدًا إن إحنا ما نخلّيش أي هوا داخل البطرمان. هابتدي أملى البطرمان بالمَيّة ومش هنحط ملح تاني، هو إحنا خلاص الملح اللي إحنا عملناه دوّة باقفله و3 أيام بالضبط، وبنفتح عليه بالشكل ده. بيطلع بُصّوا اللون، بُصّوا كمان المَيّة بتاعته تقيلة كده جميلة جدًا، بتاكلوه كده طعمه وريحته خطيرة زي بتاع زمان بالضبط، وبالهنا والشفا.